خلصت سنة 24. حلقات كتير قوي عدت. اما اكلم مينا نعمل مكالمة كده. ايه ده؟ مين اللي بيرن عليا ده؟ نشوف مين على التليفون. الو. اهلا. ازيك يا ابو حميد؟ عامل ايه؟ الو، ازيك يا مينا؟ عامل ايه يا حبيبي؟ بقول لك يا مينا، بعد ما سنة 24 خلصت، ايه رأيك في حلقات 24؟ طبعا ده كانت سنة مليانة حلقات جميلة ومثيرة. لا انا بصراحة في حلقات كتير قوي من اللي احنا عملناها عجباني جدا، وفي حاجات كتير نفسي اتكلم عنها تاني. انت فين؟ انا بكلمك من زمن السبعينات. يا ده انت بعيد قوي، ده انت في زمن قديم. طب هتجيني امتى؟ خلاص يلا بينا، انا مستنيك. بقول لك ايه، تعالى ونعمل حلقة لحصاد حلقات 2024 ونفكر مع بعض هنعمل ايه للناس في 25. يلا بينا، انا مستنيك. طب خلاص انا هجيلك، خلاص هفكني من السبعينات واجيلك. يلا سلام. ترندات بنعيش احلى اللحظات. اهلا، السلام عليكم. ازيك يا مينا؟ عامل ايه يا احمد؟ الحمد لله على السلامة. جاي منين انت؟ يعني انا جاي من السبعينات اجي عليك في الثمانينات. انت نورتني النهارده. حصاد 24 احمد ومينا. يلا بينا. ايه اللوكيشن الروعه ده؟ ده حاجه كده علشان نعمل اختلاف للمشاهدين اللي بيتابعونا. يا مساء الفل عليكم، وحلقه جديده من ترند الترندات احمد ومينا. النهارده هنعمل انا ومينا، هنعمل ايه يا مينا؟ هنعمل حصاد سنه 24، حلقات 24 ترند الترندات، احسن المناطق، احسن المطاعم، كل الحاجات الحلوه اللي عملناها في 24 هنلخصها لكم في حلقه واحده. اجمل الاكلات في كل المناطق مع ترند الترندات احمد ومينا. النهارده من اجمد لوكيشن ممكن تشوفوه. لوكيشن يعني روعه. احنا في مكان طبعا مش هنقول عليه عشان ما نعملوش اعلان، يبقى بتاعنا احنا بس، محدش يروح في اي حته. حلقه جامده جدا، حصاد 2024 لقناه ترند الترندات، القناه اللي عمرها قصير قوي وجريت بسرعه قوي. استنونا، محدش يروح في اي حته. لو هتكملوا الحلقه اعملوا يا مينا شير بقى ولايك وسبسكرايب، اشترك في القناه لو سمحت، لو انت ما اشتركتش اشترك. ترند الترندات، احلى الحاجات في كل المجالات. يلا بينا. يلا بينا. ولسه مكملين معاكم احمد ومينا، ترند الترندات، احلى الحاجات في كل المجالات. حلقه النهارده يا جماعه حصاد 24، وقلنا زي ما قلنا لكم هنقسمها مناطق، وهنقسمها لكم علشان يجيب لكم احلى المطاعم في كل المناطق اللي احنا زرناها. ونبدا معاك يا مينا. ايه رايك يا مينا بقى، يعني احلى منطقه زرناها في 24؟ احلى منطقه طبعا يعني ما نقدرش ننساها، وكان ليها فيديوهات ريتش بتاعها عالي قوي، منطقه شبرا. الله، نبتدي بمنطقه شبرا. شبرا وجمال شبرا واهل شبرا وناس شبرا الطيبين. طب بقول لك ايه، يعني تعالى بقى شبرا، احنا طبعا عملنا يعني كذا حلقه في شبرا. تعالى نبدا بقى ايه بالفطار. احلى حلقه انت عملتها. عملت 3 مطاعم. تفطر فين في شبرا؟ اقول لك احسن مطعم عجبني في 3 مطاعم. قول احسن مطعم وبعدين نكمل. مطعم شهبندر المصري موجود في دوران شبرا. الله، ده اللي جنب عرفه في الدوران. جنب عرفه. الله فعلا عليك. مطعم ترند، والاكل بتاعه التيست بتاعه روعه، واحسن مطعم عجبني عايز اقول لك في 3 مطاعم. طب مين الاثنين التانيين؟ لا كان معانا مطعمين تانيين. انا اعتقد كان معاك العائلات، وكان معاك اللي هو المطعم اللي في الخلفاوي اسمه الواحة. الواحد مظبوط. بس يبقى بناء على كلام مينا يا جماعه بنرشح لكم افضل مطعم للفطار شهبندر. لو انت موجود في دوران شبرا او انت من شبرا، شهبندر جنب كشري عرفه في دوران شبرا. مينا بيقول لكم ان هو اكسلنت
في بقى بس بصراحه انا بحب العائلات برضه مين عشان ما نظلموش، عشان ده يعني ممكن يكون احنا نصيبنا لما رحنا جربنا، ممكن حظنا ما كانش لا بس موفق. العائلات من المطاعم برضه المشهوره والواحي بصراحه كلهم حلوين، انت ما تجيبش حاجه وحشه يا مين. لا الشهبندر تحس ان هو لا عجبني يعني. الفول كان طعمه حلو قوي، الطعميه كانت طعمها تحفه. مطعم لسه فاتح جديد وترند، فعايز يعمل سمعه يعني. انت بقى رحت عملت حلقتين في شبرا، كسرت الدنيا، حلقه السايس وحلقه مجدي، مطعم مجدي. الحقيقه برضو دي يعني من الحلقات الجامده بصراحه. كان نفسي اجي لان الاكل في المطعمين حلوين، انا بحب قوي الاكل بتاع مجدي طبعا. الحقيقه مجدي بصراحه في شبرا جنب جامع الخزندره. علم. احنا رحنا يوميها وقابلنا ابنه، وكان بصراحه يعني استقباله مشرف جدا، وبصراحه الاكل كان حلو، كانت تحفه. والسايس بصراحه يعني الراجل بيقدم احسن سندوتش. الراجل بيقدم بصراحه منيو كبير جدا، وانا يعني المشويات يا جماعه عجبتني جدا جدا، وبيقدم طرب حلو قوي قوي قوي. السايس في شارع مسرح كان تحفه. انا اسف شارع توصل. يعني كان يوم جامد بصراحه. بس انت برضه يا مينا يعني عملت معايا في شبرا. عملنا حلقه حلوه. احلى كبده وسجق في شبرا. احسن 3 مطاعم كبده وسجق، حلقه كسرت الدنيا. قول لي بصراحه بقى، احلى مطعم كبده وسجق اكلنا فيه؟ يعني الصراحه ال3 حلوين يعني. ال3 اعلام يعني. انا يعني هقول لك ملك الكبده طبعا الواحد متعود عليه. اللي في شارع الترعه ده على ضمانتي. مطعم الاخلاص عنده السجق الصوابع. الله يعني فكرني بالحلويات. عايز تاكل سجق ضاني صوابع، روح مطعم الاخلاص في شارع الترعه يعني. وكان نجم النجوم المحبب لقلبي انا شخصيا، واللي احنا اتربينا معاه وكبرنا معاه، وسندوتشاته في كل المناسبات والاعياد والخروجات واحنا اطفال. مرسيدس فتحي مرسيدس. عم فتحي كل التحيه ليك. كانت من اجمل الحلقات يا مين. كبده والسجق بتاعه، السجق بتاعه في حته ثانيه. في حته ثانيه خالص. طبعا يا مينا ما ننساش يعني من احلى محلات الكشري اللي كنا فيها انا وانت في شبرا كان مين؟ كشري الرحماني طبعا. عالم شبرا في الكشري، كشري الرحماني. احنا رحنا الفرع بتاع شارع الترع لان ده كان الفرع الجديد الترند، بس طبعا ليه فرع برضو الرئيسي بتاعه في شارع شبرا يعني. كانت اكله جامده جدا في الفرع الرحماني الجديد في شارع الترع في شبرا مصر. وبرضو في محل يا مينا بقى صورناه احنا الاثنين، انت رحت مره لوحدك وانا رحت مره لوحدي في فرع تاني. عشان بحب الكبده والسجق. الله كده احنا عرفت المكان. مطعم سحس. مطعم سحس. انا صورت في فرع توصن، وانا صورت في فرع اول شبرا. فرع احمد بدوي. بس الفرعين يستاهلوا. بصراحه سحس عالم كبير، وكبدته جميله بصراحه. كبده وسجق. عايز كبده وسجق بقى، سندوتشات مكرونه يعني. عايز كبده وسجق عند سحس اللي انت عايزه كبده وسجق. وطبعا كان في حلقه مميزه جدا عند كبده وسجق الشرقاوي في شارع شبرا. كبده والجمبري والسمك بتاع الشرقاوي، شارع شبرا. الشرقاوي دخل شارع شبرا وبقى موجود في شارع شبرا، وكان يوم جميل بصراحه. دي حقيقه امينه. دي منطقه شبرا كان فيها زخم وفيها كميه مطاعم، ولسه مكملين فيها. وانا صورت فيها برضو محل جمبري كان لسه فاتح جديد في دوران شبرا. يعني هي فيها مطعم جمبري. انت عارف ان انا عملت مطعم جمبري بقى بس اللي في فرع شيراتون. قلنا لهم لما رحنا. بس انا عايز افكرك بحاجه مهمه جدا. صورنا في 24 في شبرا احلى واهم كافيه على قلوبنا. كافيه الصحافه. كافيه الصحافه. قهوه الصحافه. اي شبراوي هيبقى عارف طبعا. معشوقة الجماهير. كل التحيه يمينا لشبرا واهل شبرا وناس شبرا. شكرا. وشكرا لدعمكم والرسائل الجميله اللي بتوصل لنا. الف شكر ليكم. وننقل بقى. يلا بينا. يلا بينا.